رمضان كريم. عدى أسبوع علينا وإحنا في الشهر الكريم، لمة العيلة، السهرات، الخروجات، الأجواء الرمضانية الجميلة. بس عشان نطلع من رمضان وإحنا أحسن وإحنا بصحة أحسن، عشان نتفادى العطش الشديد والجوع الشديد، هقول لكم على شوية نصايح طبية تغذوية نحطها معانا طول شهر رمضان. أول حاجة من المعتقدات الخاطئة إنه أهم وجبة في رمضان هي وجبة الفطار، وده غلط جدا. أهم وجبة هي وجبة السحور. وجبة السحور دي اللي بتمدنا بالسعرات وبتمدنا بالألياف اللي احنا بنحتاجها تاني يوم واحنا رايحين الشغل أو رايحين المدرسة أو بنذاكر أو ست بيت بتشتغل في البيت. طيب وجبة السحور دي تبقى مواصفاتها إيه؟ يعني هناكل رز ولحمة وخضار بالليل؟ لا طبعا. هناكل النشويات اللي بتمدنا بالطاقة، بس أحسن نوع من أنواع النشويات هي النشويات المعقدة. العيش كامل الحبة اللي بنسميه العيش البلدي. طيب والبروتين؟ بيض، جبنة. طيب والجبنة؟ الجبنة أحسن أنواع الجبنة قليلة الملح، خصوصا في رمضان، لأنه الملح والسكر الشديد على السحور هو ده السبب الرئيسي في العطش. طيب وإيه كمان؟ الألياف. الألياف بتاعت الخضار وبتاعت الفاكهة، لأنه أنت مهما شربت مية على وجبة السحور جسمك هيحتفظ بكمية والباقي هيطلع من الجسم في صورة بول أو عرق. يبقى الخضار، أشهر خضار بيحفظ المية في الجسم هو الخيار. طيب والأملاح والمعادن زي البوتاسيوم. البوتاسيوم من الأملاح اللي بتحافظ على مستوى المية في الجسم. طب وده هناخده منين؟ الخس، الموز. بس مش معنى كده ان احنا ناكل موز كتير على السحور، لانه برضو هو في نسبة سكريات هتتسبب في العطش تاني يوم. طب مين بقى بطل وجبة السحور اللي بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالألياف وبيفضل معانا صامد معظم اليوم؟ طبق الفول. بس نصيحتي ليكم نقلل الملح، نقلل البهارات، لأنه الملح الكتير في الأكل هو برضو اللي بيسبب لنا العطش تاني يوم. طب كده احنا اتكلمنا عن السحور. الفطار بقى مش هنفطر؟ لا هنفطر، بس وجبة الفطار احنا بندخلها بمنتهى العواطف. احنا جعانين بقالنا 15-16 ساعة، يعني عايزين ناكل سكر وحادق وعصير وبلح وتمر، عايزين ناكل الدنيا كلها. ودي أكبر غلطة بنعملها كل سنة، وبنطلع من رمضان رغم ان احنا صايمين 15 أو 16 ساعة إلا ان احنا زايدين 10 كيلو. طب ازاي واحنا كنا صايمين؟ عشان احنا بناكل بخوف من الجوع لتاني يوم، وده أكبر غلطة بنعملها. ده حاجة كمان إنه بتسبب لنا كمية الأكل الكبيرة اللي بناكلها في وقت قصير جدا ووقت الفطار ولسه المعدة غير مهيئة إنها تستقبل أكل. بناكل كأنه خلاص بقى، ما الأكل ده كله إحنا بناكل لبكرة. لا، إحنا عايزين نبدأ فطارنا صح. إزاي؟ التمر اللي هو سنة الجميل ده أحسن حاجة نبدأ بيها الفطار. شوية السكريات اللي في التمر دي هي اللي بتهيئ الجسم لتقبل وجبة الفطار. يعني ممكن ناكل تمرة 2 3 وكوباية زبادي بسيطة ونروح نصلي المغرب. ليه؟ لأنه إحنا لو أجلنا الصلاة، ودي معلومة لازم تحطوها في دماغكم، لبعد وجبة الفطار الكاملة، ده بيعرض الجسم للارتجاع، لأنه المعدة بتبقى ممتدة ومليئة بالطعام وأنا بوطي وبصلي، فده غلط جدا على المعدة. هنبدأ بالتمر وكوباية زبادي صغيرة، نص ساعة نصلي لحد ما جسمنا
يبدأ يكون عنده طاقة لتقبل وجبة. طيب ايه أول حاجة نبدأ بيها الوجبة دي؟ الشوربة. طبق الشوربة الدافي ده هو اللي بينشط الجهاز الهضمي ويبدأ يحركه ويقول له إنه في أكل جاي. بعد كده البروتين والنشويات أرجوكوا نقلل منها عشان نتجنب السمنة في رمضان، لأنه 15 أو 16 ساعة من الصيام المتواصل الجسم بيبقى مخزن في ذاكرته إن أنا هجوع جدا تاني يوم، فحرقه بيكون أقل. ده غير إن إحنا بعد وجبة الفطار ما بنروحش الشغل، بنبقى قاعدين في البيت، فاحتياجاتنا لاستهلاك السعرات قليلة جدا. كده اتكلمنا أهم وجبة هي السحور، إزاي نفطر بطريقة صح. تالت معلومة مهمة جدا جدا جدا، غلطة كل رمضان واللي انتوا هتزعلوا مني قوي لما أقولها، إنه القطايف والكنافة والبسبوسة هي غلط جدا في رمضان. ليه؟ لأنه أنا بعد وجبة الفطار اللي واخد فيها سعرات حرارية كتير، لا كمان وبديها سكريات وسمنة وزيت ودقيق تاني، يعني بخلي الانسولين في السماء. طب هو الانسولين ده حاجه وحشه؟ لا، الانسولين ده اللي بيحفظ الجسم من معدلات السكر تكون طبيعيه، بس الانسولين مش هيعرف يعمل لك غير حاجه واحده بس، كل السكر اللي انت اكلته ده هيخزنه لك في صوره دهون. عرفنا ليه بنتخن في رمضان؟ عشان مش بس باكل الحاجات دي مره في الاسبوع ولا مره في الشهر، لا ده فرض من فروض رمضان. هو انا هلاقي القطايف تاني غير في رمضان؟ فدي غلطة مهمة وكبيرة كبيرة جدا. ودايما بيكون عذرنا ما هو اصل انا هصوم بكرة ومحتاج سكريات، بس للأسف الجسم مش هيعين لك السكريات دي لحد بكرة. عشان كده قلت لكم وجبة السحور أهم وجبة. حاجة مهمة جدا بقى في الصيام هي العطش. أصعب من الجوع هو العطش. نعمل إيه عشان نتفادى العطش؟ أول حاجة اللتر ونص أو الاتنين لتر بتوعنا هنقسمهم، كل ساعة نشرب كوباية مية. إيه تاني؟ هنتفادى السكريات العالية والأملاح العالية في السحور وفي بقية اليوم. ليه؟ لأن السكر والملح الجسم عشان يظبطه بتحس بالعطش زيادة وزيادة. طيب الغلطة الكبيرة بتاعت السحور لما بنقف كده جنب باب التلاجة وعمالين نشرب 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 نشرب، مفيش ربع ساعة وجسمنا هيطلع المية دي ولا كأننا عملنا أي حاجة. طب هنعمل إيه؟ زي ما قلت لكم هنقسم كمية المية دي كوباية كل ساعة. هاخد الخضار اللي فيه ميه زي الخيار لانه ده بيحفظ لي كميه الميه في اليافه وفيه هو نفسه لحد تاني يوم. تالت حاجه العادات بقى اللي هعملها تاني يوم، يعني ما امشيش بسرعه، ما اتعرضش للشمس جامد، ابدا شغلي لو انا ست بيت او لو انا موظف او لو انا طالب الصبح ببقى لسه معدلات السكر عالية جدا فاقدر استفيد منها. وايه كمان انه احنا كده ممكن في نص اليوم ناخد شاور او دش فاتر هيرطب الجسم من بره. تخيلوا الاحساس بتاع كلنا بنروح فاكرين ان احنا بناخد الشاور ده عشان نشرب شوية مية، لا ابدا، هو بيرطب الجسم وبيعادل جزء هذا الجفاف. ايه تاني؟ طيب كده رمضان هنخس. طب والناس اللي مش عايزه تخس في رمضان، الناس اللي عندها نحافه تعمل ايه؟ دول نصيحتي ليهم كل ساعتين ياكلوا وجبه عاليه السعرات، مش سكريات، لا عاليه يعني نشويات، مكرونه، رز، الحاجات دي. ما يقعدوش يعملوا زي ما انا قلت في الاول. اللي انا قلته في الاول ده للناس اللي عايزه ما تتخنش في رمضان.